إلهي أنت شاهد، أول مرة أذكر هاي القضية، يعني بالفضائيات أول مرة أذكر، وعلى المنابر ما ذاكرها. كنت صائم بعد صلاة الظهر والعصر، عندي غرفة هناك خاصة. نمت في الغرفة، بمجرد أن عيوني هالشكل شوية صارت حارة بالنوم، شفت الباب انفتح وقالوا السيدة الزهراء تريد تدخل. اللهم صل على محمد. فأنا في فراشي قعدت هالشكل، قعدت السيدة الزهراء سلام الله عليها، طبعا لي الشرف أن أكون محرم وياها. فالسيدة دخلت، ما أقدر أصف الجمال الذي شفته ماديا ومعنويا، ما أقدر أصف. السيدة دخلت، أنا رأسا قمت وسلمت على السيدة، قبلت إيدها، وبالفعل كانت شابة بعنفوان الشباب. فالسيدة سلام الله عليها جلست وأشرت لي أجلس، أنا قعدت، فهي قاعدة هناك أنا قاعد هنا. كلام ما صار بيننا، مجرد جلوسها وجلوسي. وحق الزهراء البتول ودم الحسين ودم الحسين أحلف، فقط شالت مقنعتها شوي وخرت وجهها هالشكل. ولا تنسون الوجه، لأنه لعن الله الضارب، الضارب ضرب باليمين على الوجه الأيسر. كشفت عن قناعها، خدها كان مثل كبدة الخروف هالشكل، خليها بس بالدقة، يعني مو أحمر، أكثر من الأحمر، لعن الله من ضربها. فقط أشارت بهاي الإشارة، وأنا بعد يعني بعد هالمنظر فزيت من النوم.